السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم قناة اورينتي يور سيلف، وأنا حسين السيد أحييكم. مذبحة الإسكندرية. هناك الكثير من الناس لا يعرفون ما هو السبب الحقيقي وراء قيام هذه المذبحة التي راح ضحياتها المئات من أبناء الشعب المصري وبعض الرعايا الأجانب، والسبب أجرة حمار. حدثت مذبحة الإسكندرية في عهد الخديوي توفيق في أعقاب نجاح الثورة العرابية، وتحديداً في 2 ظهراً يوم الأحد 11 يونيو عام 1882. وكان السبب في هذه المذبحة أن أحد المالطيين استأجر عربة وأخذ يدور بها على حانات الخمر في الحي الأوروبي، إلى أن وصل إلى قهوة تسمى قهوة القزاز. وكان هذا المالطي سكران، فأعطى سائق العربة قرشا واحدا، فاستاء السائق وطلب منه الأجرة التي يستحقها، وأن قرشا واحدا لا يكفي لإطعام الحمار. فغضب المالطي وأخذ سكينا من سكاكين القهوة التي تستعمل في تقطيع الجبن، ثم طعن بها السائق، فكانت الطعنة قاتلة لأنها أصابت أحشائه. ثم جاء رجل لمساعدته فقتله هو الآخر. ثم قامت المشاجرة، وقتل فيها أيضا خباز يوناني كان يعيش في المبنى الملاصق للقهوة. وكانت هذه المشاجرة تقع في دائرة قسم اللبان، فلم يستطع القسم ومعاونيه السيطرة على المشاجرة، فانتشرت حتى صارت مشاجرات في كل مكان، وسميت بمذبحة الإسكندرية. قتل في هذه المذبحة 250 مصريا و50 أوروبيا، وأصيب خلالها أحد ضباط الأسطول البريطاني. ويقال أن هذه المذبحة قد تم تدبيرها من قبل بريطانيا وفرنسا حتى يجدوا سببا لاحتلال مصر، بحجة حماية رعاياها الذين بدأوا يهاجرون إلى الإسكندرية ليسبحوا تحت رعاية وحماية الأسطول البريطاني والفرنسي، اللذان دخلا مصر في أعقاب الثورة العرابية بدعوى عدم قدرة الأمن المصري على حماية المصالح الأجنبية في مصر، وبهدف آخر وهو إحراج الزعيم أحمد عرابي. ولكن استمر عرابي في نظارة الجهادية، وحاولت الوزارة تهدئة النفوس وعملت على استقرار الأمن في الإسكندرية. وقام عرابي بتشكيل لجنة للبحث في أسباب هذه المذبحة ومعاقبة المسؤولين عنها. شكرا لحضراتكم، ونتمنى أن ننال إعجابكم، ولا تنسوا الاشتراك والإعجاب حتى يصلك المزيد. Thank you for watching.